الجريدة الرسمية بتنشر قرار جديد لمجلس الوزراء بشأن الإيجار القديم. الحكومة مجهزة مفاجأة للمستأجرين. كل يوم جديد مليان أخبار مهمة، وعشان توصلك كل أخبارنا قبل الناس كلها اعمل لايك واشتراك وشارك الفيديو. النهاردة بنتكلم في خبر مهم جدا لكل اللي عندهم عقود إيجار قديم، وخصوصا لو كنت مستأجر سواء كنت سكني أو تجاري. الجريدة الرسمية نشرت قرار جديد من مجلس الوزراء المصري بيخص موضوع الإيجار القديم، وده قرار لازم كل الناس اللي في الموضوع ده تعرفه بسرعة. الحكومة أعلنت عبر القرار رقم 4 لسنة 2026 إنها مدت المهلة المحددة لتقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين اللي عقودهم خاضعة لقانون الإيجار القديم. يعني بالعربي كده، لو كان مفروض عليك يبقى تخلي أوراقك جاهزة، دلوقتي بقى عندك 3 شهور إضافية كاملة عشان تقدم طلبك بدون ضغط ولا استعجال. الميزة الكبيرة، المدة دي هتبدأ من يوم 12 إبريل 2026، وده يعتبر فرصة ذهبية للناس اللي لسه ما خلصتش أوراقها واللي محتاج يرتب أموره. الحكومة بتحاول من خلال القرار ده تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل قانوني وأكتر عدل، ويضمن حقوق كل الأطراف من غير استغلال ولا ضرر. والقرار ده مش بس وقف عند التمديد ده كمان بيقدم قواعد واضحة وشروط معينة بقانون رقم 164 لسنة 2025 اللي هدفه الأساسي يوازن بين حقوق المستأجر وحقوق صاحب البيت، وبيضمن استقرار السوق العقاري في مصر. وبالنسبة لتاريخ التنفيذ، القرار ساري اعتبارا من 12 يناير 2025، يعني كل اللي احتاج يعرف التعديلات دي يبدأ يطبقها فعلا من اليوم ده. الخلاصة، لو انت من الناس اللي ليها علاقة بالإيجار القديم، خلي بالك ان المهلة اتمدت 3 شهور إضافية، يعني عندك فرصة تكمل أوراقك وتراجع كل تفاصيلك قبل ما المهمة الجديدة تخلص. وخلي بالك دايما من كل جديد في القوانين دي، لأن هي بتأثر على حقك ومالك بشكل مباشر.